السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفه مفيده بزاف للكحبه الناشفه ولا السعال الجاف. مكونات كاينين في كل بيت بساطين، ولكن المفعول ديالها راه وصفه اللي رائعه وفعاله مفيده بزاف للكحبه الجافه. كترطب الحلق وما كتسهركمش الكحبه في الليل. يعني راه معروفه الكحبه الجافه ملي كتمشي كتنعسي كتبقاي كتكحبي. بهاد المكونات هادو راهم بساطين وطبيعيين ومزيانه للكبار والصغار، يعني تعطيوها للوليدات الصغارين والناس الكبار، يعني كلشي صالح عليه. مكونات بساطين يعني طبيعيين. كما كتشوفوا معايا هنا غادي نحط في كاسرونه كاس كبير ديال الماء. هنا درت 6 الحبات ديال الشريحه، غادي نقطعهم وغادي نزيدهم على هذا الماء. المكونات ديالها كما قلت لكم راهم طبيعيين ومفيدين بزاف، تيرطبوا لينا الحلق ديالنا وكيسهلوا ديك الكحبه ما كتبقاش قاصحه بزاف، كتحس بالصدر ديالك يعني بحال كيتجرح. بهاد المكونات راه كتحس بها، وممكن ضروري خصكم تدوموها، يعني تصاوبوا هاد الوصفه تاكلوها في نهارها، يعني صاوبتوها في الصباح تاكلوها على طول اليوم. كل مره تهزوا معلقه ساعتين ولا 3 وتهزوا معلقه من هاد الخليط هذا اللي غادي نصاوبوا، والنهار الثاني عاوتاني تصاوبوا بنفس الطريقه. تدوموا هاد الوصفه حتى تصحوا ان شاء الله، حتى ما تبقاش فيكم الكحبه. كنحتاجوا هنايا 6 الحبات كما قلت لكم ديال الشريحه، ومعلقه كبيره ديال زريعه الكتان، معلقه كبيره ديال الحلبه، 3 الحبات ديال القرنفل، غادي نزيد عليهم 3 الفصوص ديال الثومه بالقشره ديالها. صافي غادي نخليهم يغليو في هذا الماء حتى كطيب ليا ديك الحلبه وديك الشريحه حتى هي كطيب. ماشي المهم يعني باش تحل ليا، ماشي ضروري طيب بزاف، يعني المهم غير القياس يرطابوا باش تطحنوا ليا بالميكسور. غادي نحيد هاد الفصوص ديال الثوم، نحيد لهم داك القشره ديالهم. كما كتشوفوا مكونات راه مكاينين في كل بيت، يعني والطريقه ديالهم سهله. وتوجدوا هذه الوصفه كما قلت لكم، يعني توجدوها في الصباح وتبقاو تاكلوها النهار كامل، يعني كل ساعتين ولا 3 تهزوا معلقه من هذا الخليط هذا. والنهار الثاني تصاوبوا الوصفه يعني النهار الثاني والثالث، المهم حتى تختفي الكحبه نهائيا. هاد الوصفه هذه راه كتريحكم وتنعسوا مرتاحين. تاكلها في العشيه قبل ما تنعس، ويعني تاكلوها في العشيه قبل ما تنعسوا وتنعسوا يعني مرتاحين، ما غاديش تسهركم الكحبه. انا هاد الوصفه راه مجرباها ليا ولوليداتي، راه طبيعيه ومفيده بزاف، يعني احسن من. المهم تجربوا هاد الوصفات الطبيعيين هما الاولين. لو كان زعما ما فاتكمش الكحبه ولا شي حاجه من بعد تشريو الدواء، من الاحسن واحد يبدا بالوصفه الطبيعيه. والله يجيب الشفاء لكل واحد مريض. كما كتشوفوا غادي نطحن هاد المكونات كاملين وغادي نحتفظ بهم في واحد القريعه ولا واحد السليفه، ونخليها حدايا يعني فوق البوطاجي ولا فوق الطبله. المهم تكون قريبه، وفين ما تفكرتها ساعه ولا ساعتين نهز منها معلقه، راه كتلين الحلق، يعني كترطب صدر الحلق ديالكم والكحبه ما كتبقاش ناشفه. كنتمنى تجربوها، والله يجيب الشفاء. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش ليا مثلكم لايك الى عجبكم الفيديو، وبارطاجيوه مع الاصدقاء والناس اللي